التوبيكال اثوريتي ودي برضه مهمه جدا. حد كان متابع الفتره الاخيره على لينكد ان ايه اللي حصل مع هاب سبوت؟ لما وقع من 10 مليون ل 2 مليون تقريبا. هاب سبوت، عارفين هاب سبوت؟ مين اللي مش عارف هاب سبوت عشان الناس هو الانباوند ماركتنج. طب هاب سبوت دي شركه كبيره جدا عامله سوفت وير اسمه سي ار ام وايميل ماركتنج وسوفت وير. هم مشهورين قوي في الماركتنج، مشهورين جدا. هم من الاو جي، من اللي هو الجاد فازرز بتوع. هم اخترعوا مصطلح الانباوند ماركتنج اصلا، هم الناس اللي اخترعوه. الترافيك بتاعهم كان بيجي لهم 8 مليون زائر شهريا. خلال الشهر اللي فات وقع من 8 مليون ل 2 مليون. السبب ان هم خلفوا حته حاجه اسمها التوبيكال اثوريتي. ايه هي بقى التوبيكال اثوريتي؟ هم كسي ار ام بيتكلموا عن السيلز، وعندهم هاب، عندهم ايميل، عندهم ماركتنج هاب، هم عندهم سيلز هاب، سيلز هاب وماركتنج هاب وماركتنج هاب وسيرفيس هاب، دي اللي هي الكاستمر سيرفيس والكلام دوت. وعندهم، فانت عندك مواضيع معينه، انت عندك سيلز، ماركتنج، كاستمر سيرفيس. هم كانوا بيكتبوا حاجات بقى ايموجيز، كانوا بيكتبوا مواضيع خلفت التوب اللي هي المين الاندستري اللي هم شغالين فيها، بعيد عن كانوا بيجروا ورا ترافيك وخلاص. يعني مثلا احد المقالات اللي كانوا بيرانكوا عليها رقم واحد وكانوا بيجي لهم ترافيك كبير جدا، كان بيجي لهم اكتر من 70,000 فيزيتور، ازاي تكتب الايموجيز جوه مش عارف تول معينه كده جوه، يعني في الكتابه بتاعتك. مالهاش علاقه. هي ايموجيز ايه علاقه الايموجيز بالسيلز وبالماركتنج كاستمر سيرفيس؟ وحتى المقاله نفسها مش بتخاطب ان الايموجيز في الماركتنج، هي ايموجيز وخلاص. فهو كان بيجري ورا الترافيك، عدد الزوار وخلاص. يعني عدد اي مقاله فيها عدد زوار، وفي مقالات تانية كتير كانوا محققين ترافيك عالي عليها. هنا هو بعد عن التوبيكال اثوريتي. وجوجل وباي ذا واي شات جي بي تي دلوقتي بيدي ترافيك للناس اصلا خلاص. لو انتوا استخدمتوا السيرش جوه شات جي بي تي هتلاقيه بيطلع لكم لينكات. لو ضغطت على اي لينك منهم هتلاقوا في اخر اللينك حاجه اسمها يو تي ام اندرسكور سورس، بحيث ان هي بتجيلك انه يجيلك من شات جي بي تي. اي حد عنده اكسس على جوجل اناليتكس، افتح جوجل اناليتكس دلوقتي. لو انت عندك عدد زوار كبير هتلاقي ان في شات جي بي تي هو سورس من احد. احنا بدا يجي لنا ليدز، ناس بتسجل عندنا وعايزين الخدمه، هم اصلا جم من شات جي بي تي. يعني هو فتح شات جي بي تي، دور، طلع له الموقع بتاعنا، ضغط عليه، راح سجل معانا. باشا انا في كلاينت في كلاينت كمان جالي من اسبوع لقيت بيكلمني بيقول لي محمد انا فلان فلاني بيطلع في شات كتير انا ما بطلعش. فشات جي بي تي دلوقتي، انا لازم ابقى موجود. شات جي بي تي بقى سورس اصلا، سورس ان انت لازم وشات جي بي تي معتمد على مين في النتائج بتاعته؟ على بينج. لا على بينج، على جوجل. مش جوجل، لان هم عاملين اتفاقيه ما بينهم وما بين مايكروسوفت. فهو عم بيعتمد على مين؟ على بينج. فانت كده بقى عندك اولويه ان انت تهتم ببينج اصلا، وتربط بالسيرش كونسول بتاع بينج اللي هي الويب ماستر تولز بتاع بينج، ويب ماستر تولز. فالتوبيكال اثوريتي ان انت لو شغال في صناعه معينه، يعني مثلا دكتور سوري معلش اسامه، دكتور اسامه هو جراح اعصاب. حسام سوري انا اسف انت الاسامي عندك ايه؟ انا عندي صمر في الاسامي شويه، لازم اقول 4-5 مرات. الدكتور حسام مثلا هو جراح اعصاب، فلازم عظام اصلا. انا رحت في حته ثانيه خالص اصلا حلوه جراح، انا اسف، جراح عظام. يعني انا هسالك على فكره في حاجه استشاره، يعني ده ظهر يعني سريع. او جراح عظام، فبيكتب في حته اللي هي جراحه العظام ومساعده المرضى في فما ينفعش يروح يتكلم على عمليات تجميل الوش حتى لو في عدد كبير بيدور على الحاجه دي. لا انا بالظبط، هي دي بقى اللي هي التوبيكال اثوريتي، ان انت لازم تحافظ على اثوريتي. معنى كلمه اثوريتي اللي هي ايه؟ لا هي الفكره ببساطه ان انت لما بتتكلم عن موضوع معين فتحاول تتكلم في مواضيع قريبه من التوبيك بتاعك. لا انا كنت عايز اترجم له المعنى الحرفي الاثوريتي. الاثوريتي دي يعني تحقيق، يعني حاجه عاليه، مرتبه عاليه، ذو ثقه مثلا، ثقه عاليه، ان انت ليك شخص ذو ثقه في المجال اللي انت بتتكلم عنه. بالظبط. فانت لازم تركز توبيكال اثوريتي على المواضيع بتاعه المجال. ممكن تبقى مواضيع تانية فرعيه، بس لازم تكون ريليتد برضه، تربطها، تلعبها صح. وهنا مفهوم مثلا بالدولار. ايوه بس هو عظام، ليه يروح يتكلم عن عمليات تجميل الوش مثلا؟ انا بتكلم هنا تجميل جلدي، حاجه جلديه، مش عظام. ما ممكن في تجميل بعظام اللي هي البون ستراكشر والكلام ده بتاعه الوش مثلا، الكلام ده.
بيتفرق بعد فتره، ممكن تظهر لو انت زي ما هاب سبوت كان بيوصل لها 8 مليون، بس بعد فتره هيبتدي جوجل يقفشك يقفش ده بالظبط. انت رايح في حته بعيد عن المجال بتاعك. زي ناحيه الترند لو الترند مناسب للمجال هم الناس اللي بيستغلوا الترند بالظبط. انت قلتي ناحيه الترند، او في ناس تقعد تتكلم على اي ترند وخلاص. ده غلط. ليه؟ لان ده هيعمل مشكله ليك على المدى الطويل. يعني مش لازم انت ممكن اول شهر تلاقي المقاله طلعت وخدت عدد بحث منها وجالك زوار منها، لكن ممكن بعد اسبوعين شهر تلاقي جوجل لاحظ ده راح موقع لك ودي مع اثرها على المدى الطويل. زي ما وضحنا هاب سبوت عندهم مشكله بقى، هم الحوار اصلا الكيس ستادي بقى لهم اسبوعين، ناس عماله تحلل وتهبد وناس بتتكلم بشكل حلو والكلام ده. ليه؟ لان هم وقع من 8 مليون زائر شهريا ل 2 مليون. فرق دي كبير بالنسبه جدا. فرق رهيب. الباير بيرسونا اتكلمنا عنها. كيورد ريسيرش تول قلت لكم عليها، اللي هي تقدر تديها كيورد وهو يقول لك السيرش فوليوم والكومبيتيشن عليها شكلها عامل ازاي مثلا كيورد بلانر مثلا. بالظبط هي بديله لاتش اس. بس طبعا في الليفل صغير. عدد كلمات اقل. واخر حاجه كاستم ستايل جنريتور قلت لكم عليها، اللي انتوا بتدوها اكزامبلز من الكتابه بتاعتكم وهو يحول دوت لكاستم ستايل تقدر تستخدمه مع الاي اي، تقول له انا عايزك تكتب بالطريقه دي. صفحه البرايسنج فين بقى عشان الناس صفحه ما انا ماشي. لا هقول لكم. هو دلوقتي اولا احنا مربوطين بسترايب، فالدفع عندنا اغلبه بالكريدت كارد. لو انت هتدفع شهري يعني فهتدفع بالكريدت كارد $10 في الشهر. لو استخدمت كود بيتا هبعت لكم الكلام ده كله مع البرومبت. قول لنا التسعير. اعمل لكم برومو كود. قول لهم التسعير عموما سلام ايه. بس كده. برومو كود بخصم حلو. حاضر. اشوفكم. حاضر. شوف ماشي. 101%. 102%. طيب اديكم فلوس. انا كونتنت كريتور بس مش اس في لينكد ان بوستس في تول اصلا كان موضوع. نرجع للجنريت كونتنت. هي ثواني فين؟ هي دي الزرار. سوري. لا عادي ولا. لا انا ضغطت على حاجه ثانيه. ماشي. ايوه دي. انا مشمر من اول. في لينكد ان بوست جنريتور. لينكد ان بوست جنريتور وتحت ايميل جنريتور وفيديو سكريبتس اللي هي تاخدي مقاله وتحوليها لفيديوهات. وفي فيديو سكريبت جنريتور. لو دي حاجات انت محتاجاها ممكن تجربوها. باي ذا واي دي تول بيك بتاعت نور بتسهل حاجات كتير من كده. والتول دي تقدروا تستخدموها لغايه 5 ارتكلز فور فري، فانتوا تقدروا تجربوها الاول وتشوفوا هل هي مناسبه لليوز كيسز بتاعتكم ولا لا. برضو انا واسف يا نور، مش قصدي الهدف في الاول من السيشن والبرومس اللي نور كتر خيره بجد فعلا انا مبسوط جدا ومتحمس له. انا عارف ان انا قطعته كتير. لا براحتك يا عم. بس الاول لو انتم ما عندكش القدره الماليه ان انت تشترك في حاجه دلوقتي لا مش ضروري. مش ضروري. استخدم الفري فور ناو. استخدم ديب سيك واستخدم المودلز والبرومتس اللي انا اديتها لكم، وده الهدف الرئيسي منها. استخدم جيميناي، استخدم شات جي بي تي فور فري. جرب كل حاجه فور فري الاول، خد خبره. بعد كده محتاج تول تساعدك اكتر وتنجز لك وقتك، ساعتها اشتغل. اللي عايز يروح لتول تنجز وقته من دلوقتي، الراجل يعني كتر خيره هيدينا اوفر اصلا غير هبعته لكم. عايز برومو كود عينيا. اديك برومو كود. طيب اللي عنده اسئله دلوقتي احنا فقره الاسئله. يعني احنا زي ما وضحت لكم انا قاعد واللي عنده اسئله يرفع ايده او يجي او اي حاجه. اللي عنده اسئله يرفع ايده بس عشان المايك. عشان المايك. بص المايك ثواني ايدك ممكن معلش. عاجبني المايك. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ازاي اتابع الابديتس بتاعه التولز الاي اي الكلام ده كله. ده سؤالي، انا عايز اعرف ازاي او منين. الحاجه الثانيه، لو انا عايز اتعمق اكتر في الحته دي واتعلمها بالرابطه بتاعه الاوتوميشنز والقصص دي، فممكن الكورسز او الاماكن اللي تساعدني في حاجه زي كده. طيب هقف تاني. بالنسبه للتابع يعني كان لسه انا كنت لسه كاتب بوست عن الموضوع ده بتاع تتابع مين الناس اللي ممكن تتابع. اولا تابعني مبدئيا يعني هرجع اكملها. ايه الاحراج ده؟ ماشي هرجع اكملها. فاولا احنا بنعمل نيوزليتر فهرجع اكملها. ممكن ابقى احطها لكم تستخدموها. بتتكلم يعني ببعت كل اسبوع ايميل فيه ايه اللي حصل في الاي اي الاسبوع ده. تقدر زي ما قلت لك تتابعني. تقدر تتابع عامه. في ناس كتير بتكتب عن الاي اي دلوقتي ومنهم ناس شاطره جدا زي عمر المنير، زي عمر ماهر، احمد رمضان، محمد نبيل هيبقى موجود معاهم. في 2 احمد رمضان عشان الناس ما تتلخبطش. في واحد ايه ده فعلا؟ في 2 ما اعرفش معلومه. احمد رمضان من اسكندريه. كل واحد من محافظه شكل.
ميزه احمد رمضان اللي في اسكندريه شويه ان هو اوريدي عنده شانل على اليوتيوب، فهو شارع طب حلو. كل حاجه يوم السبت الجاي موجود معانا برضه. طيب ماركت مايندز صح؟ تقريبا. ما عندي اوتوميشن، اي حاجه اوتوميشن بقى، ميك تستخدم طب ده هايل. يحطه جوه ميك، معرفوش والله. تعمل فلو. طب. شاطر جدا. ممكن ابعت لك ابعت لي ابعت لي. خش الكوميونتي وكل ده موجود جوه الكوميونتي. ماشي. من الحاجه الجميله برضو تابعونا، خش الكوميونتي. صح. يعني احنا مثلاً. عندنا ايوه في، بس احنا جنرال اكتر شويه، يعني الديجيتال ماركتنج والجروس ماركتنج بما فيهم جزء الاي اي. يعني احنا ده تاني تراك اي اي يا جماعه. انا شخصيا اتعلمت يوتيوب، يعني اكتر حاجه، كلنا كده. اكتر مصدر ممكن تلاقي عليه. هي بس كل ما فيها انك هتبتدي تدور على توبكس جنرال في الاول على يوتيوب، هتتفرج على فيديوهات، هتلاقي ابتديت تعرف كيوردز مختلفه، تدور بكيوردز ثانيه على يوتيوب وتلاقي حاجات ثانيه وهكذا، وتخش في الرحله دي. وهي الالجوريزم هتفهم. يعني انتوا بالظبط يعني شويه سيرش جوه اليوتيوب هتلاقي الالجوريزم لوحدها فهمت وبيجيب لك. فاكتب اي اي اوتوميشن، اكتب اي اي اوتوميشن فور بيجنرز، اكتب اي اي اوتوميشن كورس، هتلاقي في ناس عامله كورسات. اكتب بالعربي هتلاقي في ناس عامله حاجات بالعربي ظريفه. من ضمن الحاجات اللي موجوده بالعربي في منصه اسمها المنتور. المنتور او المنتور دي تول. المنتور عاملين حوالي 6 أو 7 كورسز فيها شويه كورسز عن الاي اي ظريفه بالعربي فعلا. طب يعني انت جربت؟ مش هينفع اقول عشان في تسجيل ف ده في 3 احمد رمضان. ماشي، في 3 احمد رمضان كده. يعني هي لو الدنيا مشيت كويس انا بعمل كورس مع المنتور دلوقتي. هحاول اخش في التفاصيل. حاضر. طب بس انا برضو معلش حابب افكركم بقاعده مهمه جدا، معلش ما تفكرش في اوتوميشن قبل ما تشتغل بايدك. والتجربه عامه هي اكتر حاجه هتعلمك.